من أكبر الأشياء اللي تعطيني حافز كل يوم إني أركض حوالين بيوت مثل هذه عندها مناظر مثل هذه، وأتذكر كل يوم الهدف اللي أنا حاطه حق نفسي بعد 10 سنين. أنا ما حد يقول لي وهاب يلا قوم الساعة 5 وسوي اللي عليك، أقوم وكنا العيد. أصلا أفز من الفراش، أكره الفراش. الهدف اللي تبون توصلون له بالمستقبل دائما يبدي بفكرة بالمخ، وإذا قمتوا كل يوم وتعيشون هالشيء بالصدق وتحاولون انكم تحققونه، صدقوني انتوا راح تسبقون 99% من الناس. انا بقول لكم شغله، تخيلوا انتم تبون تبلشون مشروع وفي 100 شخص ضدكم، 50 منهم راح يقولون لا الموضوع وايد صعب، 40 منهم راح يوقفون عند اول تحدي، 8 منهم ما راح يكونون اذكياء كفايه انهم هم يكملون بالطريق، فراح يبقون 2. انتوا وشخص ثاني، هذا الكومبيتيشن مالكم، ولا تفكرون فيها ككومبيتيشن، كل واحد رزقه مكتوب له. فلا تفكرون لا انا ما اقدر افتح مشروع ولا ما اقدر اسوي شيء لان اوريدي فيه منافسه. ليش؟ فتحوا المشروع، بلشوا. بالنهايه الواحد لازم يصدق او يؤمن بنفسه قبل اي احد، واذا انتم تقدرون تؤمنون بناس ثانيين كلنا نفس الشيء وكلنا نقدر نحقق اهدافنا، بس لازم نقوم كل يوم بشغف وعندنا النظريه، بس عندنا الفيجن. بدون الفيجن راح تقوم كل يوم ما تدري ايش تسوي. فلما يكون عندك الفيجن وتكون عندك الفكره مزروعه صح ومكتوبه ومدروسه، حبيبي مستحيل ما تحققون اللي تبونه.